والاستاذ سيم. سيم تعمل ايه؟ حلوين، يا رب تكونوا بخير. اقول لكم صباح الخير لان احنا لسه صاحيين. قلت اعمل للولاد روتين فطار كده في السريع واخدكم معانا في جوله. النهارده هنفطر في فيو حلو، ويلا بينا نشوف هنفطر ايه وهنعمل ايه. انا طبعا حاطه طاسه الزيت على النار اهي. اول حاجه قطعت البطاطس صوابع كده هننزل بيها. بسم الله. نجيب طاسه على النار ونبتدي نعمل الفول بقى يا جماعه. بنحط مكعب زبده اوكي، وننزل على مكعب الزبده بفصين توم مفرومين. انا ولادي بيحبوا الفول بالطماطم. وهنبتدي نقلب. احنا مش بنحمر التومه، احنا بنشوحها كده تشويحه بسيطه لحد ما ريحتها تطلع، وبعدين نروح طشنها بالطماطم. جربوا الفول بالزبده هيعجبكم قوي. خلاص كده الطمايه اهي ريحتها طلعت. هننزل بالطماطم، طماطميتين مبشورين عادي في المبشره. هنحط حبه ملح ورشة كمون وهنديله تقليبة كده. وهنهدي عليها النار خالص بحيث ان هي تتسبك على نار هادية. ده بقى كنت شارياه، طبعا الفول ده انا اللي عاملاه بس انا ما صورتهولكوش علشان عملته بسرعه. طبعا اول ما جينا قعدنا في الشقه عشان الولاد بتفطر كل يوم فول وطعميه. انتوا عارفين ولادي مدمنين، والطعميه برضو انا اللي عاملاها. بس في فيديو تاني هعمل لكم فيه الفول والطعميه والبليله ان شاء الله الفيديو الجاي. هظبط لكم كده فيديو حلو ونعمله مع بعض. دلوقتي بقى نفضي الطماطم. كنت شاريه خضار شفتوه الفيديو اللي فات، وفواكه. الكنتالوب عايز يخش التلاجة. طيب ماشي. وهنعمل لهم شويه مش هنشيل طماطميتين 3 كده على جنب. بحبهم طراي عشان يتهرسوا. الجبنه القديمه نفضي الطماطم دي في درج التلاجة. ده المش، وده العيش هندخله الميكرويف. طبعا دي والعدس والفول والفول المدشوش والقمح والحاجات دي هنطلعها فوق في الركن الهادي بتاعنا. الناس اللي بتقولي يا رحاب هاتي سلم، هينفعك يا جماعه. انا عندي السلم اهو جنب باب التلاجة بس تقيل بقى في شيله وحطه وكده، فانا بستسهل. ساعات الفيديو ما كنت واقفه بحدف الحاجه لفوق
بستسهل بصراحة ان انا احذف الحاجة احسن ما اجيب السلم. بدل ما اجيب السلم وافتحه كده بستسهل، فاهمين؟ وساعات الكرسي ده بيساعدني. كده فاضل البصل ونفضيه. خلاص كده دي فطيرة بالسكر بتاعت صوص. طيب كده هنعمل المش بقى. صراحة المش ده روعة. بصوا عامل ازاي، قديم قديم يعني ما بيهزرش. هناخد كده حتة زغنطوطة. عايزين بيض تاكلوه جنب الاكل؟ لا ليه؟ انا عامله فول وطعميه وبطاطس ومش. عاملكوا بيض كمان؟ مش كتير قوي. عايزينه مضروب ولا اومليت؟ طيب مضروب. مدمنين بيض مضروب. اعملوا المش بالطريقه دي هتلاقوا طعمه تحفه. ننزل المش اللي على المعلقه ده. سبحان من حبب ولادي في المش يا جماعه. ولادي اصلا ما كانوش بتوع حوادق. المش ده دقوه انا باكله مره قبل كده زمان، من ساعتها وهم مدمنين مش. يعزوا المش قوي. بحب اقطع المش الطماطم تكون طريه علشان بتخليه بتتهرس فيه، بتدوب فيه بسرعه، غير اما الطماطم بتكون ناشفه. يعني لو الطماطمايه ناشفه مش بتدوب في المش بسهوله، لما بتبقى مستويه بتبقى سهله قوي تتهرس. خلاص كده هنجيب الزيت، نحط حبه زيت، نجيب الطحينه، نحط حبه طحينه، وهنبتدي نهرس الجبنه بتاعه المش. بصوا كده، ركزوا في اللحظه الحاسمه. هنبتدي نهرس الطماطم والطحينه والزيت في الجبنه بتاعه المش. وما تكتروش المش قوي عشان ما يكونش حادق، فاهمين؟ يعني اما بيبقى قليل والزيت والطحينه والطماطم بيبقوا اكتر بيبقى طعمه احلى. الطماطم عملت ازاي. هننزل بقى على الفول وهي كده بالفول عليها. ونقلب. ونبتدي نهرس الفول بالهراسة. انا ولادي ما يعرفوش ياكلوا الفول صاحي سواء محوج او بطحينه او بطماطم، ما يعرفوش. مره سدى لقيت فولايه مش مهروسه بتقولي هو ايه اللي في الفول ده؟ قلت لها هو ده الفول يا سدى. ما يعرفوش غير مهروس. ممكن نزود عليه حبه ميه صغيرين، نديله تقليبه كده. طبعا لما بيتهرس بيتقل شويه، فاحنا بنحركه بحبه الميه اللي بنحطهم دول.
بس. وبنسيبه بقى يغلي غلوتين كده وبعدين نطفي عليه. بس طبعا متأكدوا ان الملح مظبوط والكمون اللي حطيناه مظبوط، التوابل بتاعته يعني. خلاص كده نزلنا بالفول في الطبق، بصوا شكله تحفه ازاي. كده احنا جهزنا الجبنه القديمه او المش والفول. هنبتدي بقى نطلع البطاطس ونعمل الفول. خلاص كده البطاطس اهي، نوطي بس النار او نطفيها ان هي خلاص استوت. السمنه خلاص ساحت، هنجيب كده شويه بيض بلدي 5 بيضات ولا حاجه وننزل بيها. هنحط عليه رشة فلفل اسود ورشة ملح. خلاص كده البطاطس. هنولع الزيت تاني علشان الطعمية. هنقلب البيض كده، هما بيحبوه مضروب. اوكي ايه سوسو؟ ازيكم؟ تعالي هنا، تعالي ناحيتي عند البلكونه. ازيكم؟ هتقولوا لهم يعملوا ايه؟ حط لايك. على فكره الناس بيقولوا احنا مش بنحط لايك غير لما سوسو تقول لنا. ايه الهكسوس ابتدوا يتلموا. بس هو صعب ايه سيمور وسامح ايه؟ ناموا تاني؟ هنصحيهم. حتى سيمون. هنبتدي بقى نقلي الطعمية. ماشي الطعمية دي بتاعتي انا اللي عاملاها. الناس اللي ما تعرفش الطريقة هعملها لكم فيديو. تسلم يا سيدي. احلى فطار في مصر. احلى فطار في مصر. طب هات لي طبق زي الطبق اللي فيه الفول كده، اللي هو الغويط شويه مش الكبير قوي. خلاص كده بصوا يا جماعه البيضه انا طفيت عليه. هما بقى بيحبوه كده يبقى سايح شويه مش ماسك. ايوه هو اللي في ايدك. لا ده كبير. المقاس اللي بعديه. الجو النهارده اصلا مغيم، شكل المطره هتمطر، تحسوا ان الليل داخل. استنى كده يا جماعه البيض هما بيحبوه كده يبقى يعني مزحلق مش ماسك. حطوه ايه يا حلوين. ايه رايكم في الفيو ده بقى؟ تحفه. شفتوا البلكونه كفتنا. خدت ال4 كراسي اهو الاكل. زيمو فرحان. الفول والبيض والبطاطس والطعميه والمشي والميه. وتفضلوا معانا. وده صوص الجبنه المميز عند سامح، صوص بودر كده بيحب يرشه على البطاطس. سيم تعمل ايه؟ ده سيم على رجلي.
اوكي جوتي جوتي جوتي. تسلم ايدك يا ماما. تسلم. الاكل حلو. لسه ما دقتش. الفول كده ليه طعم كده. ايه طبعا يا جماعه ممكن تقولوا انتوا زنقونا زنقين نفسكم ليه؟ احنا قاعدين كده في فيو تغيير. ممكن نفتح الشباك ده ونفرج الناس علينا عادي جدا. لا ما تفصلش الترابيزات عشان حاجه اللي في النص هتقع. يلا انتوا عايزين سندوتشات؟ مش بيت. يلا قولوا لي ايه رايكم في فطار النهارده بقى؟ عايزة. اتفضلوا معايا. هو ليه مش بعيد عني انا تغيير، وأنا تغيير. اكتر اتنين بناكل. بدل الفول يلا نقول لكم ده كان روتيننا النهارده يا حلوين في الفطار. ونشوفكم على الف خير ويا رب تكونوا انبسطتوا معانا. وهنقول لكم دلوقتي ايه. باي باي باي. خلص.